السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده فيديو جديد، وصفة جديدة من مطبخ عبير. انا اتعاملت معاكم الطعمية قبل كده كذا مرة، بس النهارده هنعملها بطريقة مختلفة جدا جدا. يعني هنعملها على طريقة المحلات اللي بتتباع بره. طبعا في حاجة بيحطوها على الطعمية بتبقى مختلفة عن اللي انت بتعمليها في البيت. طبعا ولادي كان كل ما اجيب اعمل لهم طعمية يقولوا في حاجة احنا بنجيب الطعمية من بره مختلفة عن اللي انت بتعمليها في البيت. ففضلت ورا الموضوع ده لغايه ما عرفت السر. طبعا السر بسيط جدا وسهل جدا. اول حاجه طبعا مكونات الطعميه ايه؟ معانا فول مدشوش جايبينه نقيناه ونقعناه لمده ليله كامله. اهم حاجه يبات ليله كامله عشان يبقى سهل في الضرب في الكب. ومعانا كرات، لو مفيش كرات حطي بصل اللي هو الاخضر. معانا ايه؟ شبت وبقدونس وكزبره. اللي ناخد الورق بس، الورق بتاع الخضره، ما ناخدش العيدان عشان يتضرب كويس. ومعانا بصلايه ومعانا توم. مقادير سهله جدا. كله ايه عارف ان الطعميه بتتعمل بالطريقه دي. السر بقى في بتاع المحلات ايه؟ بيجيبوا عيش زي ده كده اهو، ويحطوه في ميه سخنه ويعصروه ويحطوه على الطعميه. بيخلي الطعميه معاكي هشه جدا ومش مكتومه من جوه. بجد والله انا فعلا عايزه اعرف ايه السر ان الطعميه اللي بره بتبقى هشه من جوه كده مش مكتومه. طبعا احنا النهارده مش هنحط لا بيكنج باودر ولا نحط كربونات، احنا هنكتفي بالعيش. اول حاجه هنعملها طبعا إن ايه؟ طبعا احنا يعني كل ساعتين ثلاثه بنغسل الفول ونطلق الميه بتاعته عشان الميه تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه الابيض ده اهو. اهم حاجه الميه بتاعتنا تبقى كده ونغسله كويس جدا. اول حاجه هنعملها طبعا هنجيب ايه؟ العيش بتاعنا. انا معايا ايه؟ العيش ده بايت اه بالشكل ده كده. هنقطعه ونحطه ايه؟ في الطبق بتاعنا كده. عيش ابيض بقى، عيش بلدي اللي عندك اعمليه. انا ده اللي كان موجود عندي. وهننزل عليه بايه؟ بحبه ميه سخنه بالشكل ده كده اهو. يا دوبك على قد انه ايه يسيح يعني ايه يبوش العيش بس. هنسيبه دقيقتين كده وبعد كده ايه هنشيله من الميه وايه ونعصره. وبعدين بس خلي بالك بقى عشان الميه سخنه كده اهو. نشيله من الميه ونعصره. تعالوا بقى نضرب ايه الطعميه الاول. اول حاجه طبعا زي ما قلت لكم معانا ايه؟ معانا الفول. هنروح ايه نصفيه من الميه ونيجي. خلاص كده صفينا الفول بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هننزل بالايه؟ بالخضره بتاعتنا نقطعها بالشكل ده كده اهوت. وبرده الشبت هنقطعه برده كده اهوت. هو كده كده ايه يعني مش شرط تقطعيه كبير صغير ولا حاجه، هو كده كده هيتفرم في الكب. برضو ايه الكرات بتاعنا برضو ايه نقطعه كده بالشكل ده كده. هنحط بقى الكميه المناسبه على الفول عشان ما يبقاش يعني ايه، احنا عايزينه اخضر بس الخضار اللي هو الحلو يعني مش الاخضر الجامد قوي. هنحط كده اهو بالشكل ده كده اهوت. وهنحط التوم برضو ايه كده اهو نقطعه برضو عشان يتضرب كويس في الكبه. لو عندك خلاط مفيش مشكله. التوم ده طبعا لسه جديد فاحنا ما بنقشرهوش، بنحطه كده لانه لسه طري. ريحه الطعميه بجد من قبل ما اعملها روعه 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 كده اهو بالشكل ده. وهنقطع بقى البصلايه بتاعتنا صغير بقى كبير مفيش مشكله عندنا. احنا كده كده ايه تتفرم زي ما قلت لكم بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. برضو نحط الثوم، اهم حاجه الثوم في الطعميه اهو بالشكل ده كده. احنا هنحط الكميه كلها، هي ضربه واحده على نص كيلو. طبعا معانا نص كيلو فول، نسيت اقول في المقادير نص كيلو فول عليه الكميه اللي احنا حطيناها دي كده اهو بالشكل ده كده. نلم بس الحاجات اللي موجوده. طبعا الرخامه نضيفه وزي الفل. وهنقلب بقى ايه المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا بالشكل ده كده اهو. وبعدين هنجيب الكبه بتاعتنا بقى اهو بالشكل ده. هنجيب الكبه بتاعتنا وهننزل بالايه بالفول والخضره بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين كده.
خلاص بقى حطينا الطعميه في الكبه كده اهوت. هنروح نضربها بقى ضربه جامده جدا جدا لغايه ما تنعم معانا. طبعا عشان صوت الكبه صوتها عالي، فانا هضربها وارجع تاني ايه، اضرب الكميه كلها وارجع لكم تاني. بقى شكل الطعميه بعد ما ضربناها كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، خليناها ناعمه جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. هنجيب بقى العيش بتاعنا وهننزل بالعيش على على الطعميه بالشكل ده كده اهوت زي ما انتم شايفين كده. يا رب يكون واضح قدامكم كده اهوت. عايز تضربيها بقى في الخلاط، في الكبه، تضربيها في بتاع دوت اللي هو المضرب دوت عادي بتاع البيض، مفيش مشكله. انا هجرب اضربه بالمضرب كده ونشوف هيتضرب معانا ولا لا. هنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض بالشكل ده كده اهوت. وهننزل بقى ايه بالبهارات بتاعه الطعميه. كمون، طبعا الكمون اساسي، وكزبره وبابريكا وملح. عايز تحطي فلفل اسمر مفيش مشكله، بس انا ايه اكتفيت بالبهارات دي كويس جدا. وهنقلب بقى كل المكونات دي كلها مع بعض كده، وبعدين هنضرب ايه بالمضرب. طبعا انت زي ما قلت لك لو ما عندكيش مضرب هتضربي بايه بتاع دوت الكبه او الخلاط. هنضربها بقى ضربه حلوه كويسه جدا جدا، بس عشان صوت المضرب بس كده اهو بالشكل ده كده اهو. نخلط العيش مع الطعميه، نضربها كويس جدا. ده بقى شكل الطعميه بعد ما ضربناها بالعيش والبهارات بتاعتنا، الكمون والكزبره والبابريكا والملح. بجد والله ريحتها جايبه لاخر الدنيا. طبعا انا اول مره اعملها بالطريقه دي. انا كنت بعملها بالطريقه بتاعتي العاديه، ان انا بضرب الفول والخضره والكلام ده كله، وكنت بحط كربوناته او بيكنج باودر. انما المره دي قلت بقى ايه اعملها معاكم. بجد والله ان شاء الله تطلع جميله جدا. طبعا معانا اكياس عشان ايه هنحطها في التلاجة بقى. يعني الناس كلها بتخزن لحوم وفراخ، انا بخزن طعميه اهو بالشكل ده كده. هنحط ايه على قد الوجبه اللي احنا ناكلها 3 4 معالق ايه طعميه، عجينه طعميه بالشكل ده كده اهوت. وهنروح بقى ماسكين الكيس اهو بالشكل ده كده اهو زي ما انتم شايفين كده. وهنحطه في ايه في التلاجة بتاعتنا. اهم حاجه نفردها ما نخليهاش مكببه فوق بعض بالشكل ده كده. وروح تانيين الكيس كده. طبعا اهم حاجه نطلع الهواء منها اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نحط كيس تاني كمان. انا بحب الاكياس اللي هي الوسط دي عشان خاطر بتاخد على قد الوجبه. هنحط بقى ايه 4 5 معالق برضو على قد اللي انت عايزه تعمليه، افراد الاسره يعني. اهو 3 ادي 4. بالتالي كده كفايه قوي. 4 معالق كفايه مع بيض مع جبنه جنب الطعميه. مع ان الطعميه اصلا بتغطي على اي الاكل اللي ممكن يبقى موجود على الترابيزه. طبعا بتعملي فول، بتعملي بيض، بتعملي اي حاجه، بس الطعميه طبعا ايه اساسي عليه. تنفعك بقى ايه ان شاء الله كده في سحور رمضان، في فطار رمضان. يعني الواحد مش هيعمل كل يوم الفراخ او اللحمه، يعني بالذات السنه دي كده. يعني الحمد لله الحمد لله. فربنا يدوم علينا نعمه يا رب، يحفظها من الزوال. هنحط برضو ايه 3 4 معالق في الكيس. شوفي انت بتشتري الكيس من بره بكام دلوقتي. يعني اقل كيس طعميه ب10 او 15 جنيه. انما انت هتجيبي نص كيلو فول مغشوش وهتعملي منه كميه كبيره جدا اهو بالشكل ده كده اهوت. بس ايه نوسع لنفسنا شويه. برضو هنتني الكيس بتاعنا كده بالشكل ده كده ونحطه اهو. نشوف بقى في الاخر يطلع معانا كام كيس معانا. وبكده خلصنا الطعميه بتاعتنا. ما خدتش مننا وقت خالص غير انها بتتنقع معاكم ليله كامله. طبعا زي ما قلت لكم يعني هي في عمايلها ما بتاخدش 10 دقايق بالكتير. اعمليها بالطريقه دي جميله جدا وموفره جدا. انا ابني بعته يجيب لي طعميه، لقى الطعميه قد كده ب2 جنيه. فانت هتكفي منين يعني؟ لا، فقلنا نجيب ايه الفول مدشوش ونعمله طعميه سهله جدا وبسيطه. فرزيها لرمضان ان شاء الله بقى تعمليها في السحور. السحور طبعا يعني بنعمل فول، بنعمل طعميه، بنعمل بطاطس مهروسه، فبنشكل. فرزيها بالطريقه دي جميله جدا. طعميه المحلات مش الطعميه اللي انا بعملها. جميله جدا. جربيها بالطريقه دي مش هتندمي بجد والله. طبعا بقى لو عجبكم الوصفه ما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلوك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.